السلام عليكم. في حاجات ما ينفعش حد يجاوب عليها غيرنا. مفيش طريق هتمشي فيه وهتلاقيه كله ممهد، يعني هتدخل ستيب 1 تباص في اول مره، تدخل ستيب 2 تجيب 270، تعمل او تي وتنجح من اول مره، تاخد الاس ام جي سيرتيفيكيشن، بعد كده تقدم على ريسيرش او تقدم على اكتف وتتقبل وتروح وتقدم من اول مره فتتقبل في الماتش وتروح في بوزيشن انت نفسك فيه وفي مدينه كويسه، والناس اللي فوقك ما يكونوش مالجنانت وما يكونش في حد فيهم عنصري، والحياه بالطريقه دي. ده تفكير اللي هو all or none. انا متوقع ان كل حاجه ممهده او مسخره عشاني. الكلام ده مش صحيح. انت في الدنيا هنا وفي اي طريق بتمشيه، خصوصا لما يكون طريق صعب وطريق فيه منافسه شديده زي طريق المعادله الامريكيه، لازم تكون متوقع عقبات، والعقبات دي هي اللي بتحدد مين اللي عايز الطريق ومين اللي بيجرب او اللي ماشي مع الموجه. وبالتالي هل في ناس، السؤال الاهم، هل في ناس متشت بعد اتمبت مره او اتنين او تلاته؟ ايوه، في ناس متشت بعد اتمبت او رسوب مره واتنين في ستيب 1 ومره واتنين في ستيب 2 ومره واتنين في ستيب 3 كمان. فما دام في حد عملها قبلي يبقى انا اقدر اعملها. الفكره بقى والسؤال الاهم هنا، هل انا عايز اعملها او هل انا عندي استعداد ادفع الثمن او المقابل عشان اعمل ده؟ هو ده السؤال الاهم. هحتاج ابذل مجهود مضاعف، لان انا عندي دلوقتي في ريد فلاج في السي في بتاعي. ده قولا واحدا وحاجه نتفق عليها ومفيش فيها اي مشكله، ان انا اجيب سكور قليل، ان انا اتمبت، ان انا احصل رسوب. ايه المشكله؟ ده وارد جدا، مش مشكله فيك، لا هو ده طبيعي. الفكره انا عايز اكمل ولا لا؟ انت اللي المفروض تجاوب على السؤال. هتقابل مشاكل في الطريق تانية، ايوه، هي مش دي مش اختبار واحد، لا ده انت هتقابل ممكن بعد كده تجيب سكور في ستيب 2 كويس وتيجي في الاو تي يحصل مشكله، تيجي تخلص كل ده وتيجي تقدم على الفيزا يحصل مشكله، بعد كده تسافر وتيجي تقدم بعد كده في الماتش ما يحصلش ماتش، وهكذا. فالطريق ده احنا قلنا قبل كده وانا سميته من اول كل فيديوهاتي ايه؟ الماراثون. يعني انت عايز الطريق تشتغل على نفسك وتجتهد وربنا يوفقك. ممكن تقابل صعوبات مره واثنين وثلاثه، بس هو الصعوبات دي اللي بتحدد مين عايز الطريق ومين فعلا حابب الواجهه دي ومين بيجرب. ومش عيب ان انت تكون بتجرب، انا ممكن اكون بجرب اشوف الموضوع هيمشي معايا ولا لا، وخلاص ما شايف ان هو مش هيمشي معايا فخلاص اشوف واجهه تانية. والنجاح ليه اشكال كتير جدا، ملوش شكل واحد بس. يعني من النجاح مش ان انت تروح امريكا بس، لا، اي مكان هتجتهد وتشتغل فيه وتكون بضمير وبتعمل اول قبل كل ده يعني طاعه ربنا، هو ده النجاح. بس كده اظن انا جاوبت على السؤال بشكل كبير قوي. جاوب نفسك، هل انا فعلا عايز الطريق ده؟ لو الاجابه هتاخد بقى ازاي بقى اتعدى النقط الصعبه دي. اتعداها ان انا لازم بعد ما يحصل لي موقف زي ده اخد فتره اسكيب، لازم اوقف انسى الموضوع كله، اقعد مثلا على الاقل شهر كده ما بفكرش في الطريق ده كله، افصل لو اقدر اسافر مكان، ما اتكلمش في الموضوع خالص، احاول ابعد عن الميديا، ابعد عن اي حاجه توترني، وهكذا. وابدا اركز مع نفسي بعد ما الشهر ده يعدي، احط خطه لنفسي ايه اللي انا اقدر اعمله دلوقتي لو هبدا اذاكر تاني، ايه الحاجات الغلط اللي كانت عندي، ايه المشاكل اللي كانت عندي، ايه السيستمز اللي كان عندي فيها مشكله، وابدا اشتغل. ممكن اكلم حد يعمل لي مونيتورنج اذاكر معاه وهكذا. او ممكن ابدا مثلا في ان انا ابدا ابص مثلا في الريسيرش، ابدا اشتغل مثلا فتره ريسيرش شهرين ثلاثه وبعدين ابدا اذاكر تاني. بس النصيحه الاهم هنا ما تضيعش مجهودك. بمعنى انت دخلت الامتحان، قرار انه حد وصل الامتحان ورسب، ده هو بطل ايا كان، نجح ما نجحش دي مش مشكله، المهم ان هو دخل الامتحان ده. فمجهودك ومذاكرتك دي لو قعدت فتره طويله مثلا 6 شهور او سنه ما بتذاكرش، هتحتاج مجهود مضاعف عشان تسترجع المعلومات دي تاني. فنصيحتي الفصلان بتاعك يكون مينيمم شهر وماكسيمم شهرين ثلاثه بالكتير، وتبدا تذاكر تاني من الاول وتحدد عايز تمتحن. وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقنا اياكم من كل خير. السلام عليكم. لو عجبك الفيديو واستفدت منه اعمل له شير وشوف الفيديوهات التانيه. السلام عليكم.